قصة اليوم يا اخوان بحكم اني جدا مروق. يقول لكم كان في اعرابي عنده ولد اسمه حمزة، وهذا ابو حمزة طلعوا في السوق. فكان في يعني واحد ينادي واحد ثاني قال يا عبد الله غلام قد حمزة، فلم يلتفت له هذا عبد الله، فقال الا تسمعني؟ قال بلى سمعتك لكن كلنا عبيد الله، فاي عبد الله تقصد يعني؟ فقال ابو حمزة لحمزة قال شوف يا حمزة كيف هذا الولد تبارك الرحمن بليغ وفطين وذهين ويهيه. المهم اليوم اللي بعده كان في رجال يعني هم يمشون في السوق، كان في رجال نادى واحد ثاني قال يا حمزة. جاء حمزة ولد ابو حمزة قال كلنا حماميز الله، فاي حمزة تقصد؟ قال ابوه امشي يا حمزة امس، قال بالله توطى في بطنك. ف يعني قهوة شيء، تبون قهوة؟ تبون عمود كردان؟ صلى على النبي سلام عليكم. طبعا يا اخوان الحين توقع يحق لي اقول لا تلمس الربل، لان الغبار اللي فوقها يا اخوان يعني لو اجيب حراثه حرثته ذريتني ويحقد. يعني اي واحد عنده عماره يبنيها ناقصه بطحاء اجيب له سيارتي هذه خلاص. مستحيل يا اخوان، مستحيل الوساخه اللي فوقها من زمان، بس كانها وكاله. يعني شوفها فرق بين السياره النظيفه وهذه ما يبغى لها غسيل، هذه يبغى لها تنقيع كذا، امسكها وانقعها لين يريخ ذا القلح فوقها ويحيد. خل اروح اغسلها. صلوا على النبي سلام عليكم. لا 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 لا. يا زينك يا سندس يا زينك، وين انت من زمان؟ تعال يا زينك زينة، كيف الحال؟ وش الاخبار؟ وين الناس؟ وين ذي؟ بطنها مليان دافع يا اخوان. هذه تحمل اكثر من، اظنها حملت اكثر من المواد اللي انا حملتها في الجامعه. مستحيل يا اخوان، كل يومين وهي حامل، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا اخوان والله الشوق فاضح والله، بس ولونها لون بقري اسود وابيض وتجيب لي حساسيه الا اني اموت فيها. يا اخي سبحان الله، المحبه هذه الغير منطقيه، كيف ربي يخليك تحب شيء يعني كذا ما في اي منطق يعني، بس كذا تحب. الله المستعان. صلى على النبي سلام عليكم. يا اخوان تغبيرة وكالة تبارك الرحمن. تدري بطلنا ما احنا مغسلين، يعطيك العافية. جزاك الله خير. يجي هذا الحين احلى دش ان شاء الله. صلوا على النبي السلام عليكم. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاذا انت مسلم احمد الله على هذه النعمة اللي الله اصطفاك وخلاك مسلم. وانت ترى في غيرك كثير كفار ما يعبدون الله سبحانه وتعالى، وفي غيرك يعني قد ينتسبون للإسلام وهم يشركون بالله ويدعون غير الله ويصرفون العبادة لغير الله. فاحمد الله على النعمة اللي أنت فيها وحافظ عليها بالشكر والتعلم. فالتوحيد هو أعظم نعمة أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى. فيعني حبينا نذكركم ونتذكر معكم. صلوا على النبي السلام عليكم. يا سلام، أحس إنها الآن قاعد تشكرني تقول يعطيك العافية على هذا الدش الرهيب. يقول أبو الذاكرة اللي عندي يا أخوان سيئة جدا، الله المستعان. قلنا خلنا نكنس الشنطة. شوفوا ايش طلع صحون. الصحن ذاك المفروض إني رجعته ذا الحين له والله سنتين، في رمضان هذا يكمل سنتين، في الشنطة نسيته. وتيه هذه والله إني ما أدري أي مطعم. الله الحمد لله إن عليها إن شاء الله، يعني إن عليها تأمين عشان تبرأ ذمتي، لأني ما أدري. يلا صلى على النبي السلام عليكم. ايوه يا عمي هذا الشغل هذه النظافة مستحيل يا اخوان. قبل كانت شيء كارثي جدا. ها شوف الفرق. انا يا اخوان هنا نعم في اطهر بقاع الله في مكة المكرمة واحب البقاع لله سبحانه وتعالى. ليش؟ عشان حاجة واحدة ابغاك تشوفها بس. صلوا على النبي السلام عليكم. باقي يا اخوان على خير الشهور شهر رمضان ايام معدودة، ومن اعظم الاعمال في شهر رمضان اللي هي ايش؟ افطار الصايمين. فانا جاي اوريكم يا اخوان اليوم
ما شاء الله تبارك الرحمن بعض الحاجات اللي هي صدقاتكم لتفطير الصائمين في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله. وبعض التجهيزات تبارك الرحمن زي ما تشوفون، هذه هنا الموية اللي تكون في الوجبات تبارك الرحمن. طبعا الثلاجات أكثر من ثلاجة وأكثر من شيء، مليانة إلى السقف تبارك الرحمن. هذه كلها لتفطير الصائمين إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا يا إخوان اللي تشوفون هذا كله هذا فقط الماء، وهذا ترى شيء قليل من كثير تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا بس الماء. وذا الحين بنوريكم تعبئة الوجبات، غير الحاجات، غير انهم يوزعونها هناك، غير الحاجات الكثيرة تبارك الرحمن. وتذكر من فطر صائما كان له مثل أجر. هذه التريلة يا اخوان توها واصلة الآن، بغينا ننصدم. هذه فيها يا اخوان فطاير اللي بتشوفونها كيف في الوجبات تبارك الرحمن. التريلة مليانة وباقي، ترى هذا شيء قليل من كثير. فك تبارك الرحمن يا اخوان هذه الفطاير، وتشوفون هذه الطبلية، ما هي هذه بس، التريلة كاملة وغير التريلة ترى، يعني هذا شيء قليل من كثير تبارك الرحمن. فالله يكتب أجركم ويجزاكم خير، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلكم. طبعا يا اخوان تشوفون الشباب هنا الله يقويهم تبارك الرحمن. طبعا هذا يا اخوان غيظ من فيض، هذا شيء قليل جدا، باقي الشغل يجيك الصح تبارك الرحمن. يعبون الوجبات، هذول هنا يتعبون في الحر هذا ويشتغلون، وأنت شريك لهم في الأجر. واللي يشيلونها ويودونها ويحطونها ويفرشون أنت شريك لهم في الأجر. وتبارك الرحمن والله يقويهم ويجزاهم خير، ويجزاكم أيضا خير الجزاء. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلكم، وجزاكم الله خير. طبعا يا اخوان انا ليش حرصت على هذا الشيء وحرصت على انكم تشوفونهم؟ لان يعني من حق اي واحد انه يعني يقول انا بصدق ابغى اشوف صدقتي، فهذه وباقي هذا يا اخوان ترى يعني باقي ما جاء الشغل الحامي فعلا. ولكن عشان يطمئن قلبك ويطمئن قلب اي واحد عنده اي شيء، فجزاكم الله خير. وحنا يا اخوان الحمد لله في المملكه العربيه السعوديه، وهذه جمعيه اعانه لخدمه المعتمر والحاج، تطمن من الاخر، وكتب الله اجرك وجزاكم الله خير. صلوا على النبي، السلام عليكم. ومعنا يا اخوان الاستاذ خالد العصيمي رئيس جمعيه اعانه لخدمه الحاج والمعتمر، حياكم الله. الله يبقيكم ويجزاك خير اجمعين يا كريم. انا قاعد اشوف يعني شغل جبار ان شاء الله، تجهيزات لرمضان باذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل من يشاهد هذا المقطع. الله يجزاك خير. يعني نسال الله ان يعينكم وان يقويكم وان ييسر اموركم يا رب. اللهم امين. الله يجزاك خير. اللهم لك الحمد بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهودكم ومن ينشر المقطع نسال الله يبارك له. اللهم لك الحمد. سنغطي في رمضان كميات وجبات كبيره لضيوف الرحمن وقاصدي مكة المكرمة. الله يحييكم جميعا، وكل من ينشر المقطع نسال الله يجزيه عنا وعن المسلمين خيرا. وفي ساحات المسجد الحرام، وفي ساحات المسجد الحرام تبارك الرحمن. جزاكم الله خير وكتب الله اجركم. امين. شفتم يا اخوان الاعمال الجباره، وباذن الله في رمضان اني انزل واغطي لكم ايضا باذن الله سبحانه وتعالى، وتشوفون الاشياء العظيمه هذه بفضل من؟ بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلكم. ترى كل واحد قاعد يشتغل، كل واحد قاعد يصب عرقه، كل واحد قاعد يؤدي مهمته هنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلك. فساهم بما تجود به نفسك، وتذكر الله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وتذكر من فطر صائما كان له مثل أجره. والصدقات يا أخوان يعني أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فجزاكم الله خير. وبس والله صلوا على النبي، السلام عليكم. طبعا يا اخوان النوم طاغي، صاحي من امس، فرأيت ان من العقل اني استاجر وارقد هنا ولا اطلع فيني نوم، لان اذا طلعت وانا فيني نوم قد تحصل ما لا يحمد عقبه. انا ارقد في الخط وانا اسوق كذي ارقد، فقلنا لا، درهم وقايه خير من قطار علاج، فنرقد ونزيد نكمل بعدين ان شاء الله على الطائف. صلوا على النبي، السلام عليكم. ايوه ما شاء الله تبارك الرحمن، وقت النوم يا اخوان، ولذلك بسم الله بسم الله. يا اخوان
من الخرشة حسيت اني ابتعدت مرة، قلت بسم الله مرتين، بسم الله الأولى وأنا في الأرض، بسم الله الثانية وأنا في الأرض. يا إخوان أتوقع أنكم شفتم مهرجان الكتاب والقراء والإعلان اللي سويته أنا لهم، كذا إعلان ترويج وحركات بركات وشغل سينمائي ممثل درجة أولى. فصورت سنابات من ذاك اليوم وبنزلها ذاك بدري يا أبو سعيد. معليش يا إخوان، أنت تصلوا متأخر خير من لا تصل. وجزاكم الله خير، صلوا على النبي، سبحانه الله خير، في أمان الله، السلام عليكم. طبعا يا إخوان زي ما تشوفون، معقولة يا أبو سعيد هذا أنت وهذا المجلس يمكن تسوي المسابقة حتى قبل ما نغير البوية؟ أنا انصدمت. والرجال يقول المجلس عندكم هنا ابي شكله فكه من الطايف باع عليهم هنا ولا. خلنا نشوف يقولون نفس المجلس حقكم، خلنا نشوف. صلوا على النبي، السلام عليكم. مستحيل يا اخوان، مستحيل. حتى الفرشه نفسها يا اخي والله اشكركم. بس هي لازم قلم سبوره اول شيء ونكتب على البوالين 1 2 3 4 5. ايوه باقي هذه. ايه باقي هذه نفس الصوره اللي هنا. طيب هل الفانوس بيطيح ولا؟ صلى على النبي، السلام عليكم. طبعا يا اخوان تخبرون المشهد ذي يقولون نفسه راح نسويه ان شاء الله. انا يعني مستحيل هذول كل ما شافوا حاجه في السناب قلدوها. لا اصبر نشوف الزاويه من هنا. والله نفسه يا اخوان، نفس كل شيء، تبارك الرحمن. اذا تبغون شيء لا 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 يا دينود ابيع عود يا اخوان. تشوفونها ان شاء الله اذا نزل. صح السناب هذه ما راح تنزل لكم الا اذا نزل. صلوا على النبي، السلام عليكم. طبعا اللي يشوفه يحسب انه عير 50. تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. اخوان عندي لقافه ودي اشوف كيف يشوفون. فين؟ شوفوها هنا فوق. هلو، صلى على النبي، السلام عليكم. طبعا يا اخوان تشوفون هذه الكاميرا تبارك الرحمن، يعني تقريبا حط يدك على 1,000,000 ريال تقريبا، هي اكثر لكن انا اراعيكم. تشوفون هذا اللي هنا، هذا المايك. خلاص هيلوود في الطريق. يلا توكلنا على الله. وين نروح حفل جوائز الاوسكار ولا؟ صلى على النبي، السلام عليكم. طبعا يا اخوان صورنا كذا مشهد اللي هناك حق المسابقه. الحين واحد ثاني هنا قدام المرايه، شوف الشباب هناك شغل واكي من الاخر، تبارك الرحمن. صورنا برا وياه واحلى تصوير. فبسم الله ترقبوا فيلمي القادم. ايش تسميه؟ صلعان. مثل ما انا صلعان. صلى على النبي، السلام عليكم. قالوا حطه نكويه ونصور المشهد مرة ثانية. صلى على النبي، السلام عليكم. طبعا يا اخوان الاعراب، انا هنا وهذولك قومي رايحين نبيع القماش في سوق الكوفة. صلى على النبي، السلام عليكم. طبعا يا اخوان النابغة الذبياني، هذا ما هو النابغة حبيبي، شغل والقاء قصائد وتحكيم. استريح اللي كان قاعد. يلا شباب ونستريح من التصوير. صلى على النبي، السلام عليكم. طبعا يا اخوان توني القيت عليهم قصيده عنوانها يا لطيف الحال الشعر العربي. بسم الله. طبعا يا اخوان كنا نصور هنا، ده المخرج ماجد اللوك عجبني، قالوا قلت لا خلينا نكمل زي كذا. طبعا تقول لي المتخبي، تقول لي امرأة لا هذه لا استغفر الله، هذه حلوه والله بس بقول على واحد غيري مو بنا. صلى على النبي، السلام عليكم. المشهد التالي على البهبهاني، يا راكب امريكا 400 بهبهاني على دنا الليل ده
لا 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 لا، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا هي ركبنا الحين تصوير الشباب هنا. دق سلفي حبيبنا بس عشان يغلقوا الكاميرا. ايه طيب بسم الله. عارف طبعا الأمور. عادي. الاول وينه؟ صدق والله ترى ما طقطق. صدق يا اخوان اول مره يعني اشتغل عمل زي كذا ويكون سينمائي تبارك الرحمن. والحقيقه صح انه طولنا وانه متعب ولكنه ممتع. انا اتوقع اني وفقت في الاشخاص اللي انا قاعد اشتغل معهم، الا احس بشكل عام انه متعب. هذول الشباب الله يعطيهم العافيه، وهيئه الادب والنشر كلهم على بعضهم كذا عسل. اشكرهم والله، جزاهم الله خير. صلى على النبي. السلام عليكم. المشهد يا اخوان رقم 700. صورنا كثير. القهر ما هو انه صورنا كثير، مش يطلع لكم دقيقه مشكله والله. هذا المخرج الاسطوره هلا اللي عذبنا. خلاص انت لا اسطوره والله. لا والله ما قصر، الله يجزاه خير. صلى على النبي. السلام عليكم. مرة جيمنج من الآخر، جيمر وفيتا تعرفون قشطة جيمر ما أدري إيش اسمها هذيك. صلى على النبي. السلام عليكم. أبو الهرجة. طبعا يا إخوان التعب ألف. جيت أنا هنا الساعة 7 الصباح، والآن الساعة 7:30 تقريبا، وباقي ما خلصنا. والله يعين ويسر. وصلوا على النبي. السلام عليكم. آخر مشهدين يا أخوان، واحد هنا والثاني هناك إن شاء الله، ونكون ختمنا. ليش ذكرك يا اخوان انهلكنا يا اخوان. صلى على النبي. السلام عليكم. خلصنا يا اخوان والآن طالعين إن شاء الله. الساعة 10:15 والحمد لله. طبعا وانا عند الباب الاوسكار هناك راصينها على اساس وانا طالع اخذها معي واروح البيت ان شاء الله. صلى على النبي. السلام عليكم. طبعا يا اخوان الان طالع الساعة 10:15 يا اخوان، وانا من الساعة 7 الصباح وانا هنا. معنات هذه 17 ساعة، عفوا 15 ساعة تصوير يا اخوان. والله العظيم ان يعني الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. والله ما توقعت اني راح اكملها يعني. أنا قلت إذا هذه فأنا ما قصرت، إذا أعطيتهم 6 ساعات فالخير والبركة. وبإذن الله تشوفون التمثيل وتشكروني عليه. شفتم ليوناردو دي كابرو ما أدري إيش اسمه، ترى حطيته هنا في الجيب. شفتم جاكي شان في الجيب اللي هنا اللي في اليسار. شفتم بروسلي في الجيب اللي هنا. كلهم. صلوا على النبي. السلام عليكم. استغفر الله العظيم.